أهلا بكم من جديد في أجرى الكلام في هذه الحلقة المخصصة عن الموسيقى الشعبية أو موسيقى المهرجانات كما تسمى. ويسعدني أن أستضيف معي في هذا القسم داخل الاستوديو الثنائي أوكا وأورتيغا. مساء الخير. مع مين بنبلش، مع أوكا ولا مع أورتيغا؟ أي حاجة، الاثنين واحد يعني. أوكا معاك. اسمك الأصلي طبعا مش أوكا. محمد. محمد. ليه سميتها لك أوكا؟ لا ده هو كان والدتي كانت مسماني أوكا أول ما اتولدت. والدتي نعم كانت مسماني أوكا، هي أصلا اللي سمتني الاسم ده. أوكا؟ يعني إيه؟ هو في الأول اسمه أوكا عادي يعني زي أي اسم عادي، بس بقى الواحد لما كبر وكده بس ما دورت على معنى الاسم، معناها اعتمد وتوكل. اعتمد وتوكل. أورتيغا هو اسم لاتيني يعني أمريكي جنوبي مكسيكي. وبعرفك كنت لاعب فوتبول، يعني متأثر بلاعب الأرجنتين أورتيغا. طبعا بعشقه من زمان. واسمك أحمد. أحمد. وليش تركت الفوتبول وجيت على الفن؟ والله هو ربنا ما وفقنيش في حوار الكورة ده. رحت نوادي كتير ولفيت ورحت وتعبت، بس ما وفقك بالفن؟ بالحظ. بالحظ عوضني يعني. يعني أنت من الأشخاص اللي بتعتقد بالحظ. الحظ بيلعب يعني دور أساسي في حياتك. هو من ساعة ما قابلت أوكا عامة فعملنا الحوار ده مع بعض. طيب. قبل أن نتكلم عن البداية أذكر أن لدينا ضيف أيضا مشارك في هذه الحلقة، وطبعا له آراء تختلف عن آرائكم بالفن، وأمامه زرار باللون الأحمر سيضغط عليه كل ما يريد تسجيل اعتراض أو انتقاد على ما سيقال. في البداية أيضا قبل أن ندخل في صلب الموضوع، شو بتصنفوا نفسكم أنتم اليوم؟ يعني اليوم يقال اليوم اسم فنان يطرح على عدد كبير من الأشخاص اللي بيغنوا، يعني ولكن كلمة فن تحمل مسؤولية كتير كبيرة وبتحمل إبداع وبتحمل يعني الإنسان بده يتعلم الموسيقى، يتعلم كل ما يحيط بهذا المجال. شو بتصنفوا حالكم اليوم؟ يعني إذا بدي أعرف عنك شو بقول غير أوكا وأورتيغا؟ بصنف يعني الفنان شو؟ المغني شو؟ لا المؤدي أوكا وأورتيغا. المؤدي؟ مش مغني. يعني احنا بنأدي زي الراب الأمريكي. يعني مش بنغني طرب. هذه الكلمة دائما هي إذا بدنا نقول خلينا للهروب. يعني أنا أتذكر كتير 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 منيح هيفا ببداياتها لما كانت جاي من مجال يختلف تماما عن الفن وحابة تعمل فنانة، صارت تقول أنا مؤدية. لما تقول أنا مؤدية هي مش لأنه مقتنعة أنها مؤدية، يعني كانت عم تهرب من التقييم ومن النقد. يعني ما أنا قلت مؤدية، اليوم ما فيك تقول إلا النجمة، وإذا ما قلت لها النجمة ممكن يصير يعني خلاص حطت حالها بمكان مثل غيرها كثير من الفنانات والفنانين. أنتوا اليوم بتقولوا مؤديين لا يعني بشكل إنكم أنتوا عم تهربوا من النقد. يعني أي حدا بينتقدكم يا أخي ما نحن قلنا عن حالنا مؤديين، ما قلنا إننا فنانين. لا مش كده، مش بنهرب ولا حاجة. هو احنا الشغل بتاعنا في فلتر اسمه اوتو تيون. نعم. ده احنا بنستخدمه، يعني ده بيخلي نبرة الصوت كويسة يعني. زي هيدا على السي دي على الكاسات، برنامج على الكمبيوتر. اوتو تيون بتستعملوه زي تي بين وكيني ويست لما يكون عندكم اشياء مسجلة، بس لما تكون انت بالشارع عم بتغني او بحفلات او بافراح هتستعمل الاوتو تيون ازاي؟ احنا مش بنقول عرب ولا بنقول مقامات، احنا بنأدي على المزيكا بتاعتنا. انت بتشغل اداء وانت بتقول راب زي كلام الراب بالظبط. بس الموضوع ان انت يعني لامس سنه الار&بي سنه بس الغربي في يعني، وبطريقه الكلام الشعبي بتاعنا. شو الهدف اللي عم تعمله؟ والله الهدف ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده. شو الجديد؟ المزيكا. يعني احنا ناس كتير قوي مش عاجبها المزيكا، وفي ناس كتير قوي عاجبها المزيكا. بس انتوا شو بتفرقوا عن اللي كانوا قبلكم بهذا المجال؟ يعني شو بتفرقوا عن عدوية، عن سعد الصغير، عن شعبان عبد الرحيم، عن حسن الأسمر، عن عبد الباسط حمودة، عن طارق الشيخ، عن كل هذه الأسماء؟ يعني أنتوا شو بتفرقوا؟ يعني لما تقول أنا جاي أعمل شيء جديد، إنه شو بتفرق عن هاي الأسماء اللي سميت لك إياها واللي كانوا قبل؟ هم فنانين كبار وعلى دماغنا من فوق، بس هم طريقة مزيكا واحنا طريقة مزيكا تانية خالص. احنا غيرهم خالص. احنا شعبان عبد الرحيم فنان؟ هو برضك عمل حاجة جديدة. فنان أو مؤدي؟ لا معرفش. ازاي؟ معرفش. شو؟ أوكا شعبان عبد الرحيم فنان أو مؤدي؟ يعني في النقطة ديت هو
برضه مش عارف. مش عارف. المشكله احنا بنتكلم عن نفسنا ان احنا انتم مسالمين. لا والله ابدا، بس هو فعلا يعني الصراحه ما لو هقول لك فنان طيب. لماذا تهاجمون بهذا الشكل؟ يعني عندكم جمهور بالشارع، عندكم جمهور يعني بيسمعوكم وبيحضروكم، ولكن عندكم كمان هجوم كثير قوي عليكم. يعني تتهمون بانه انتم بتغنوا بموسيقى العشوائيات، تتهمون بانه اثناء حفلاتكم يعني الناس اللي بتسمع هذا النوع من الموسيقى ناس يشربون الخمور، يتعاطون المخدرات، بيرقصوا بالاسلحه. لو احنا زي ما حضرتك بتقول نعم. ما كناش رحنا الكويت مرتين حفلات، ما كناش احنا معانا تور لندن وامريكا وتركيا. يعني لو احنا زي ما هم بيقولوا عندنا بيجيبوا خمور واحنا بنشرب عشان نطلع المزيكا ديت والكلام ده، الكلام ده مش حقيقي، غلط. لان هم مش شايفين حاجه، هم بيسمعوا اوكا واورتيجا، ماشي اوكا واورتيجا شغالين هنا وشغالين هنا وشغالين هنا، الناس حابه دي واحنا بنطور. احنا عملنا بنعمل مع توما، ده موزع كبير جدا، خلصنا معاه تراك وان شاء الله هيتصور وهينزل. مين الناس اللي بتروح لمهرجاناتكم؟ يعني يعني مين هن الناس اللي بيروحوا بيحضروكم وبيسمعوكم وبيتاثروا فيكم؟ اجانب ومصريين من كل الفئات. دلوقتي لما المزيكا اتسمعت والناس فهمتها كويس، دلوقتي بقى الموضوع ده كده. يعني اي طبقه او اي فئه عامه تسمعنا دلوقتي. اذا بدي اسمع شيء هلا ممكن شو بدنا نسمع؟ في انا اصلا جامد الناس كلها بتحبها، دي بتتكلم عن الحسد. الموضوع برضك رساله، يعني مش بنقول اي كلام وخلاص زي ما هم بيقولوا، يعني حاجه بتحصل لاي حد. مين اللي بيكتب كل الكلام؟ انا اوكا. انتوا بتكتبوا، مين بيلحن؟ انا اوكا، وبنوزع انا اوكا، وبنسجل انا اوكا. انتوا بتلحنوا ولا بتجيبوا الحان معلبه؟ ممكن وممكن، بس احنا بنركز على الغرب. الممكن فين؟ ما هو اللطس أيوة. من جوا ولا من برا؟ ما هو كله اصلا بينحت عامه، يعني بتلاقي المزيكا دي شبه دي وشبه دي، بس انت لما تاخد مزيكا اذا بتستعينوا بايقاعات غربيه، يعني انتم مش فن شعبي يعني شعبيين، بس عشان تبقى ناجح في مزيكتك اما تسمع الغربي الصراحه يعني بتاخد فكره احسن. ليه؟ كل حاجه مزيكته. المزيكا الغربيه افضل من المزيكا الشرقيه؟ لا مش كده، مش كده خالص. هو بيتكلم من ناحيه يعني الافكار، تقدم في المزيكا، الافيه، تقدم في المزيكا. مصر ماشي يعني رقم واحد في المزيكا مصر عامه، وهي بلد المزيكا كلها، واي فنان بيشتهر في مصر. بس انا بقول يعني اللي هي الموضوع ان على لوننا احنا ده لا ترادوا الصحافه وترادوا النقاد، يعني هالجمله للمرادات بس. احنا بنتكلم على شبهنا. ما هو الهيب هوب في امريكا شبه اللي احنا فيه دلوقتي في مصر. هم برضك اول ما بداوا اللون ده اتهاجموا واتشتموا واتعمل فيهم كل حاجه، لحد ما بقى احسن حاجه دلوقتي في اوروبا الراب. طيب شو بدنا نسمع؟ نسمع انا اصلا جامد. اصلا يلا خلينا نسمعها منكم. جنرال اوكا ريميكس. وش باغي تكون حسود سلي وراك وشوف قدامي، انشر كل يوم حسود انزي مفوش وبلساني. هل حتى غصن ام حتى غصن ولا ماسكو مش داو، هل حتى غصن البت رزقني كنت ما في ميدان. قصدت الباب ونازل قدام بيت الجيران، واحدة عملت لي عمل على ارضي وعلى الحيطان، وانا ماشي واخد بالي وعملت فيه عبيط ما اضمنش اللي يجرالي، يمكن يجيني عفريت مشيت من طريق تاني علشان اشوف بحالي. انا راجل رايح شغلي وعايز اجمع مالي، الناس عايزه ايه؟ الناس بتعمل ايه؟ الناس عايزه ايه؟ الناس بتعمل ايه؟
نفتحوا بيبان، بيبان السد، بيبان الرزق، بيبان الفن يا فنان. ما في الحسودة ما في بالعودة، ميدن من ابن لباو. هادي بك تشاية وتالي بداية ميدن مرفوض لقاو. واحد عمال بينو ويقول ده عنده وعنده إشي 100 ومليون وبينقل اللي جنبه. واحد عمال بينو ويقول ده عنده وعنده إشي 100 ومليون وبينقل اللي جنبه. ده كلام الناس كتير، ده كلام الناس بيحسد. الزن على الودان بيقرب مش بيبعد، بيقرب مش بيبعد. ويقول لك ده مغرور، يقعد يقول لك ترد، ويقول لك ده مغرور، يقعد يقول لك ترد. ده عامل لي فيها فنان وعامل لي فيها فتك، ده عامل لي فيها فنان وعامل لي فيها فتك. انا درويش وماشي ماشي بنور الله، واللي ما ربه عمره في يوم ما تاق. يا ناس سيبوني في حالي مالكم بقى ومالي، يا ناس سيبوني في حالي مالكم بقى ومالي. وفاكر لما انا كنت اصلي وانتوا زي بتقولي ما فصلي. 100 100 وربنا حامد، عشان كده انا اصلا جامد. 100 100 وربنا حامد، عشان كده انا اصلا جامد. محمود الناس بعد ما كانوا ناسين، عيني للي للي سيري للي للي. هي دي. هي دي؟ بس عم بتغني بلهجة مش مصرية، مغربي. مغربي. ليش عم بتغني بلهجة مغربي؟ بص، هي الاغنيه ديت، الحته المغربي اللي انا بغنيها ديت كانت اغنيه الاستاذه الفنانه طبعا سميرة سعيد وفناير. فناير. هي فيها ايقاع اللحن بتاعهم. بس اللي فاجأني انه بوسط الغنية والانسجام ضيفنا ضوالكم الزر الاحمر. ولكن في شيء ملفت، انتم عم بتغنوا لما غنيتوا يا طهرة يم الحسن والحسين، الاغنيه اللي تغنت في فيلم عبده موتة. هذه الاغنيه طالتكم انتقادات كثير كبيره وكثير يعني عليها، خصوصا من المذهب الشيعي وطبعا من الطائفه الاسلاميه ككل، باعتبار انكم استعملتوا مديح إذا بدنا نقول لابنة الرسول، ورقصت دينا عليها وكل هذا الأمور بمكان لا يجب أن يزج فيها مقدسات. فليش زجيتوا هذه المقدسات هون وبهذا الشكل، وشو كان المقصود اللي عملتوه؟ هي أولا الأغنية أصلا قبل ما تتصور كانت معروفة ومسموعة وكل الناس عارفاها. نعم. 3 سنين بس في الشارع. هي كانوا بيتكلموا ان مثلا أستاذة دينا رقصت عليها، فازاي كلام زي كده، فاحنا ما كناش نقصد عامة. ولما قالوا شيلوها احنا شلناها، فلان احنا ما كناش شايفينها وما كناش نقصد حاجة زي كده. وهو اول ما قالوا شالوها احنا شلناها، شالت من الفيلم خالص. وهم هم كويس اللي قالوا لنا حاجة زي كده، احنا ما كناش واخدين بالنا اصلا، يعني احنا مش عاملينها كده. معقول ما انكش واخد بالك على موضوع مثل هيدا؟ لا، في رقص على اغنيه فيها مقدسات من هذا النوع؟ ما كناش نقصد اصلا، يعني هي اصلا مش بترقص الرقص اللي هي كانت بتعمل زينا، فاهم؟ مش بتهز ولا الكلام ده على الكلام ده. فهم قالوا اتشالت احنا شلناها، يعني هم كويس اللي لفتونا في حاجه زي كده. طيب استمديتوا رقصكم من وين؟ يعني هذه الحركات بالرقص هذه بعيده عن المجتمع المصري والفن المصري، من وين جبتوها؟ هو زي ما الغنى ده راب نشأ هنا بالطريقه دي، نشأ مع في رقص برضك نشأ معاه، والشباب من مصر هم اللي مخترعينه، هم اللي مطلعين. برضك تدخل الغربي في الشعب بتاعنا. يعني في الرقص في الشارع اسمه التشكيل، ان انت بتعبر وانت بترقص الكلام اللي بتسمعه. شفت يعني الكلام اللي بيتقال انت بتمثله بجسمك. نعم. ارقام قعدت تقعد بقى. طيب بعد فضل ربنا، دايما بنقول بعد فضل ربنا علينا واللي اعطانا اياه، مين له فضل على اوكا واورتيجا لوصلوا الى ما وصلوا اليه اليوم؟ اول حاجه ربنا طبعا، ثم امي، ثم احمد الطحاوي. امك ليه؟ امي كانت بتدعي لي. هو اصل امي دي يعني ما كل ام بتدعي لاولادها، مش الكل. هم ما كانوش معانا في الاول، يعني ما كانوش مصدقين حاجه زي كده. طبعا انتوا عمركم ما هتفلحوا في كده، روحوا اشتغلوا لكم شغلانه. فاحنا حابين الحاجه دي قوي، انت عارف يعني اللي هو بيخليك ممكن ما تنامش بالثلاث ايام عشان تعمل مثلا اغنيه، يعني ما عندكش امكانيات، ما عندكش جهاز، بتروح تستلف. يعني بعد الوالده سميت شخص مين؟ احمد الطحاوي. احمد الطحاوي مين بيكون؟ ده مدير اعمالنا. نعم. وده زي اخونا الكبير، وهو اللي عرفنا او قدر يسوقنا صح. يعني احنا
اخرنا المطريه في الاماكن بتاعتنا. لا في ناس بره طلبنا بس ما يعرفوش مين اوكا وارتيجا غير اسم فيس. لا يعني اول ما مسكنا واتفقنا مع بعض وقرينا الفاتحه سوا على طول اول اوبريت بتاع مصر، فالحمد لله دخلنا والناس رحبت بينا وعملنا لما عمل حاجه يعني يمكن هذا الاعلان الذي طبعا ساهم بانتشاركم هذا الانتشار. واحنا لو حد وحش برضك ما كانوش هم طلبونا في وسط الفنانين دول في اوبريت زي كده، احنا كشعب زي ما بيقولوا ودخلنا يعني قدمنا. يعني لما عمل حاج يعدي بنتكلم على حاجات ايام زمان. نعم. كنتوا 4 انتوا بالفرقه ورجعتوا صرتوا 2؟ لا احنا كنا 3. بس ده كان حد من زمان كان معانا كنا شغالين عنده. عمرو الجزار ما كانش معكم؟ ده عمرو الجزار معانا في الفيلم. كان مشاركنا في الاغنيه. مشاركنا في لكن احنا 3 في الصوره اللي عم نشوفها فيكم تشوفوها قدامكم هون وهون. دول اصحابنا. اصحابكم مش الفرقه. لا هو شعوذه ده البلاير بتاعنا. شعوذه؟ ابو نضاره. لا اللي هو ابو نضاره شمس. هو اسمه شعوذه؟ اسمه احمد. بس هو شعوذه عشان مشعوذ طول ما هو واقف. بيجنن الدنيا كلها. حتى الاسماء غريبه يعني شعوذه، اوكا، اورتيجا. لا بس الاسامي دي عامه يعني متقاله مش عشان الغنى ولا حاجه. احنا اسامينا كده اصلا. احنا اسامي طلعت معانا احنا من صغرنا قبل اي حاجه. هي اسامينا كده. طيب المرشحين الرئاسيين يعني ان كان مع حفظ الالقاب طبعا ابو الفتوح، احمد شفيق، وخالد علي استعانوا بمغنيين من مغنيين مهرجانات للقيام بالدعايه السياسيه لهم. عمرو موسى استعان بالفنان شعبان عبد الرحيم. هل اتصل حدا فيكم تسوقوه انتخابيا؟ لا. ليه؟ ما حدش. هل مستعدين نكون؟ هو احنا مستعدين بس نقدم للناس شغلنا وفكرنا وفننا والكلام على لسانهم احنا نقول لهم بطريقتهم. يعني احنا عايزين نعمل حاجه لنفسنا احنا. طيب شو بتقولوا لهم اليوم للسياسيين؟ شو بتغنوا لهم؟ لا ما بنغنيش لاي حاجه. شو بتغنوا لهم اليوم للوضع القائم بمصر؟ شو بتلاقوه انه هيك مناسبه تقولوا لهم اياه اليوم على الهواء هيك بطريقتكم الخاصه، خصوصا انكم انتم بترتجلوا وعندكم امور. يعني اليوم مصر عم بتمر بمرحله معينه، بازمه معينه، الناس مقسومه، الوضع بالبلد تعرفوه اكثر مني. شو بتغنوا لهم للسياسيين؟ انا ماليش في السياسه. ما دي مش عارف بقى دي. مش على حاجه بس يعني ما لسه ما فيش اصلا حاجه يعني اتجهزت للحوار ده. معقول؟ لو رحت تنتخب كنت انتخبت مين؟ ما هو انا ما كنتش متابع اصلا مين كان يعني كان مين اللي مرشحين. انا ما كنتش متابع معاهم. بسمي لك يعني حمدين صباحي، عمرو موسى، ابو الفتوح، رئيس مرسي، احمد شفيق. مين؟ انت مين كنت شو بدك فيه انت؟ هيدا حقك انت. مين بدك تنتخب؟ ما هو انا ما اعرفهمش بصراحه. ما هم احنا ما انا ما معقول مواطن مصري ما بيعرف مين اليوم السياسيين اللي عم يتحكموا له بحياته وبمستقبله وبمصيره؟ هو ما حدش بيتحكم في حد بصراحه. يعني كان برضك اول مره يمر علينا احنا. طب انت اجرأ شوي، انت مين كنت انتخبت؟ انا ما اعرفش. يعني كان في اسامي ناس كتير بس انا ما اعرفش يعني ده بتاع هل ممكن كنت تنتخب الرئيس مرسي؟ ما انا ساعتها ما اعرفش. يعني انا ما اعرفش. هلا بعد ادائهم اليوم، يعني بعد اداء الاخوان اليوم واللي عم نشوفه بالشارع المصري، اذا سئلت هل كان ممكن ان تنتخب الرئيس مرسي ولا لا؟ لا مش عارف. هو انا شايف البلد عامله كده، فاللي هو عاملين كده احنا كمان معاها حبه كده وحبه. مش عارف. شاركتوا بالثوره الاولى؟ اول واحده خالص شاركتوا بالاولى. ثانيه ليه ما شاركتوا فيها؟ لا كنا بنروح عند الاتحاديه برضه. بنروح كده. بتروحوا الاتحاديه دفاعا عن القصر؟ لا، او اعتراضا على من هو في القصر. عايز اشوف في ايه ده مع مين وفي ايه ده جاي منين وده جاي ليه. كنت بروح اشوف ناس بتتفسح. كنتوا تشوفوا ناس بتتفسح؟ ما كانش في صور؟ لا كان هو ناس كتير بس احنا كنا بره يعني ما دخلناش جوه خالص عند قبل ما نروح مع فاصل شو بدنا نسمع منكم بعد غنية ونستقبل بعد الفاصل الفنان شعبان عبد الرحيم قبل ما نكشف على هوية ضيفنا اللي موجود معنا. شو بدكم تسمونا غنية؟ نسمع هب ودب. هب ودب. يلا بينا.
خلوا في دم واحساس، ده احنا ما فيناش باقي الغار، علشان كده حبونا الناس، علشان كده حبونا الناس. على وحوش برية طالعة من الأمرية، على وحوش برية طالعة من الأمرية، واوعى يا اسطى تنسى احنا 8%، واوعى يا اسطى تنسى احنا 8%. ارزقنا يا كريم يا كريم، خلينا في السريع يا كريم، ارزقنا يا كريم خلينا في السريع، وكل الناس سفينة ومن اصل قديم ومن يا اللي انت قلت راحت عليا واتركنت وخنتريش، ادينا نور راجع بنمر، انا كنت سايبك تاكل تعيش، خلي بالك مش فضيلك بس هتجيلي ومسيري، هكتفك وبسلك ناشف وهتشوف معاملة مين. يا قلت جرد وقول لي مالك لو كسبنا من معروف، انت مش عاجبني حالك، تعالى جنبي اتفرج شوف، انت ناوي تحكي ايه حكاية اخ غدر باخوه، يبيع شقيقه ليه عشان ياخد ورث ابوه، الكلام ده مش معقول، ده كان اخره بعد كل ده وبعدين كمل نقول، اقول ايه ما خلصت كده، الدنيا دي ماشيانا على عجين ما نلخبطوش، من عذابها موريانا ولسه برضه ما بنفهموش، على طول بتقل بينا مع غيري او معايا، ويوماتي تسمعينا 2 مليون حكايه، ده انا يا صاحبي من كتر قلبي ما بقتش ابص في مرايتي، ده انا يا صاحبي من كتر قلبي ما بقتش ابص في مرايتي، والعيون دي مصاحبه ندمي، روح خد وشوف حكايتي، روح خد وشوف حكايتي، كله قال الحب جميل خلى الحبايب قربوا، حسيت بقلبي هيميل قلت لازم اجربه، بس كنت انا مستجدة وكنت ماشي واحدة واحدة، وكنت واخد الحكاية جدة لحد ما قابلت واحدة عجبت بيها كلمتها، حسيت بطيبة في قلبها لما كله حذرني منها، كنت انا مرتاح لها، موز لبن وزبادي خلاط، اديني الليمون وعصير حركات، موز لبن وزبادي خلاط، وادوني الليمون وعصير حركات، وجبنا لب عشان نتسلى، قالت لي نفسي اشرب شربات، جيبه بادي وثلاث بساتين واربعته راح كانوا مكويين، قالت لي عايزه البس برمودا، جبت لها 5 يا ناس غاليين، دول 100 انا بقيت 8 نزل 100 قول على اوكا ولا اورتيجا، يلا بينا اه يا عينيا اه يا عينيا، يلا بينا يلا بينا على بابا. يعني انا براقب ضيفنا يعني حرق الزرار الاحمر، احترق يعني تصور قد ما استعمله، وبعدين شايفه من ورا الازاز بيعمل بايديه، يعني بيندب بحظه يمكن، ما بعرف. هلا رح نعرف ليش كل ردود الفعل هيدي اللي عم بيعملها، ولكن بدي اسال شو يعني 8%؟ نحن 8% دي فرقه كانت زمان كان في الافراح عندنا في حاجه اسمها رقص شويات، اللي هو تلاقي مثلا بتاع بال 80 نفر 40 نفر بيرقصوا رقصه واحده على اغاني الشعب. بس هي 8% يعني بتعني ايه؟ لا هي 8% يعني كانت فرقه اساسا. بتعني ايه؟ يعني ان قول انت بقى يعني. انا هقول لكم مشروب كحولي نسبة الكحول اللي فيه المركزة هي 8%. لا دي مالهاش دعوة بالقصة دي خالص، دي حاجة تانية دي. احنا اضطرينا نقفش في الاسم ده اصلا عامة. يعني انا قبل ما اقابل اوكا لما قابلته قال لي انا كنت برقص في فريق، كان بيرقص فريق الشو ده اسمه 8%. 8% تعني كده. ماشي، احنا بقى كان قصدنا نقفش في الرقم ده عشان الحرف الايت، رقم الايت في الفوتوشوب بتبقى اوكا واورتيجا، ده الهدف. يعني اوكا واورتيجا اولهم او، ففي الفوتوشوب بتلاقي الايت محطوطة وبنكمل بقية اسامينا، بس هي دي الفكرة. سموه 8 بس الناس هي اللي ليش 8%؟
هي بقى. على كل الفنان عمرو مصطفى قال انه اغاني اوكا واورتيجا مثل هاتي بوسه يا بت والوساده الخاليه اغاني تشجع الشباب على المعاكسه والتحرش بالبنات وتنحدر بالمستوى الاخلاقي وتحمل ايحاءات جنسيه مثل اغنيه انا اصلا جامد. تحمل ما فيهاش حاجه تحمل اي. يعني شو العلبه الذهبيه؟ العلبه الذهبيه دي من زمان. من زمان قبل ما من زمان ولا قريب؟ شو يعني ايه؟ شو بتعني يعني العلبه الذهبيه؟ في ايحاءات جنسيه ولا لا؟ مش ايحاءات، لا مش كده. كنتوش عارفين ولما عرفت؟ لا مش كده. هو مش دعايه منشط جنسي؟ لا 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 لا. العلبه الذهبيه إيه، في منشط اسمه العلبه الذهبيه؟ مش عارف. انتوا الاعلان الموجود على اليوتيوب اعلان ايه؟ اني هو على اليوتيوب اصلا الناس بتقعد الناس اللي بتاخد وتعمل الكلام ده مش كلام تاني. يعني في كذا شغل الناس بتحرفه. بس هي مش مشكله يعني اذا في يعني لا. المنشط الجنسي اليوم مشرع من قبل وزاره الصحه ومشرع يعني يباع بشكل شرعي، وين الغلط يعني؟ ليش بس مش لمنشط جنسي. ده موضوع زي مثلا عندك فيلم النوم في العسل بتاع الاستاذ عادل امام. العلبه الذهبيه شو؟ ايه العلبه الذهبيه؟ طيب انا ما اعرفش اصلا شكل العلبه الذهبيه دي ايه ولا الكلام ده. ما بتعرفش يعني اللي يخش يشتري حاجه يخش يقول عايز العلبه الذهبيه؟ مفيش حاجه اسمها العلبه الذهبيه. مفيش اصلا حاجه منشطه اسمها علبه ذهبيه. شو في منشطات غير العلبه الذهبيه؟ لا انا ماليش دعوه بالكلام ده بقى. لا اذا معلوماتك هالقد دقيقه انه ما فيش منشط جنسي اسمه العلبه الذهبيه. يعني اللي يخش يشتري يخش يقول مثلا عايز العلبه الذهبيه، هيديله ايه العلبه الذهبيه؟ طيب بص زي ما بنعمل مثلا هاتي بوسه يا بت، دي كانت بتاعت حد اسمه اسامه غالي. برضك احنا كنا بنقعد في البيت نشتغل وبنسمع ده زي ما سمعنا الاستاذ سميره سعيد وفنار وخدنا الفكره. نعم. قبل ما الناس يعني تشوفنا كنا بنعمل الحاجات دي في البيت. يعني انا قلت لحضرتك فيلم النوم في العسل، لو بصيت لي الفيلم طيب يعني الاعلان الموجود على اليوتيوب ده مش ليكوا خالص؟ ما في كذا حاجه اكيد، ده الناس بتاخد وتركب حاجات كتير قوي، ناس كتير. طب ما انت ممكن اعمل انا اصلا جامد تلاقيها بتاعت حاجه ثانيه وهي مش بتاعت حاجه. ناس كتير في شباب بتفضل قاعده على الفيسبوك على اليوتيوب في كلام في ويركبوا صور ويركبوا. طيب قلتوا لي بدكم ترتجلوا لي، بدكم تعملوا لي شيء لإلي ارتجالي ولا لا؟ نسمعوا على الهواء ولا غيرتوا رايكم زعلتوا مني هلا؟ لا 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 خالص والله خالص؟ لا. بعد الفاصل فاذا انا ناطر شيء منكم حضروه. أوكي. لانه بعد الفاصل سنلتقي مع نجم الاغنيه الشعبيه الاستاذ شعبان عبد الرحيم، ومن ثم سنتعرف على هويه ضيفنا باللون الاحمر لهذه الليله. ابقوا معنا.